بسم الله الرحمن الرحيم. من العادات الجميلة التي وجدتها عند أهل قطر ولم أرها عند غيرهم أن الواحد إذا عزمك على الريوق أو الفطور صباحا فيكون هذا بعد الفجر، وإذا عزمك على الغداء فبعد الظهر مباشرة، أما إذا عزمك على العشاء فبين المغرب والعشاء، يعني ما يأذن أذان العشاء إلا أنت متعشي وخالص. ذكرتني هذه العادة الجميلة التي تكاد تكون مختفية للأسف في مجتمعاتنا العربية، برجل دعاني مرة إلى وليمة العشاء في إحدى الدول العربية، وكان من جملة الحضور رجل له وجاهة، وكان هذا الوجيه قد تأخر فلم يأتي إلا في الساعة 1 ليلا. لم نتناول طعام العشاء إلا في الساعة 2 ليلا، حتى إنه كان بصحبة بعض عيالي وناموا في مجلس الرجل الذي رفض مع تكرار الطلب إني أطلع، لكنه كان يصر، لأن عيب في حقه إنه واحد يجي من بلد ثاني ويطلع بسبب آخر. للأسف لم يراعي حق الضيوف حتى وإن كان قد منعه عذر. هذه إشكالية موجودة عند كثير من المعازيب، إنهم أحيانا إذا عزموا العشاء يخلون الوقت مفتوح. اعزم وحدد الوقت، عشاكم الساعة 7:30، عشاكم الساعة 8:30. لا تسوون مثل ما سوى ذلك الشاعر ابن حجاج في أيام الدولة العباسية. عزمهم أحد وجهاء الدولة العباسية وتأخر عليهم بالعشاء والناس يواعى، فقال: يا ذاهبا في داره جائيا بغير معنى وبلا فائدة، قد جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. سورة المائدة هنا لا يريد قراءة سورة المائدة نفسها، وإنما يريد ضع لنا مائدة الطعام، لأن هذا الشاعر يرى أن صاحب المجلس مباح سبه إذا تأخر في الطعام، كما يقول عمرو بن كلثوم: نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلنا القرى أن تشتمونا. فالرجل المعزب إذا تأخر في الطعام يتحمل اللي يجيه. شوفكم على خير.